السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد الله إنه أحبكم في الله. طبعا سامحوني يا إخواتي يا حبايبي، أنا كنت عندي ظروف صحية جامدة الحمد لله رب العالمين. صينية بطاطس وصدور فراخ ولسان عصفور وشوية رز بشعرية. تعالوا يا حبايب قلبي هنشوف نعمل إيه بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد الله إنه أحبكم في الله. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنعمل طريقة عمل الفراخ مع بعضنا، بس دي صدور فراخ على فكرة، والله دي أوفر جدا من الفراخ. يعني واحنا نجيب الفرخة هنطلع منها ريش وجلد وراس ورجلين، والله دي بسم الله ما شاء الله. بنجيبها غالية شوية بس هتوفر لنا من الفرخة اكتر. ليه بقى؟ لان بسم الله ما شاء الله انت بتاخدي الحتة دي صافية ما فيهاش اي حاجة خالص كده، لا فيها ريش ولا جلد ولا مصارين لا مؤاخذة ولا اي حاجة. طبعا انت بتاخدي الحتة دي صافية خالص بتعرفي تاكليها، وليه هتلاقي قيمتها فيها وهتلاقي الثمن اللي انت دفعتيه هتلاقيه برضو فيها، لان هتاخدي حاجة قيمة وغذائية جدا. واهم شيء يا جماعة انا هقول لكم على حاجة، ان برضو حتة الصدر ديت احنا في امكانياتها ان احنا ما نقدرش نجيبها، بس لو هنجيبها مرة في الاسبوع والله فايدتها جميلة جدا. ليه بقى؟ لان الصدر ده بالانسجة بتاعته بتبقى اطرى واحلى من الورك. ليه الورك؟ لان الورك بيبقى فيه دهون كتير. فان شاء الله باذن الله بامر الله كل حاجه هعملها هديكم عليها ان شاء الله باذن الله، الحاجات اللي تنفع فيها والحاجات اللي تضر. كده احنا جبنا اهوت الصدور الفراخ معانا، بسم الله الرحمن الرحيم، ومعايا انا الميه بتغلي اهيت، بسم الله لا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معانا هنا طبعا الخلطة اللي هنحطها في الفراخ: بصل، طماطم، ورق لوري. كده معانا اهوت الخلطة اللي هنحطها على الفراخ: بصل، طماطم، فلفل رومي أخضر، فلفل أحمر، ورق لوري، كبابة صيني. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. رشة فلفل أسمر. طبعا دي مش هتعمل ريم معانا والله يا جماعة، عشان خاطر احنا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك يا رب الحاجة. انا زي ما بقول لحضراتكم كده، لان طبعا الصدر بيبقى فيه قيمة غذائية جامدة ويبقى الفوائد بتاعته ان هي ما بتعملش ريم. ليه بقى ما بتعملش ريم؟ لان اساسا بصوا المية اهي لسه ما غليتش كمان اهي. بصوا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك يا رب. الحاجة والله العظيم اللي احنا مثلا هنلاقي الفرخة بتمنها اغلى، ماشي احنا هنجيب فرخة، لكن والله ديت اوفر من الفرخة بكتير والله. ليه بقى اوفر من الفرخة؟ لان انت بتاخدي قيمة غذائية وبتاخدي منها فايدة، وكمان يعني بسم الله ما شاء الله ايه اللي يعني الفلوس اللي انت هتحطيها عارفه انت هتجيبي بيها ايه. لكن الفرخه هتبصي تطلعي منها جلد لا مؤاخذه وهتطلعي منها ريش وعظم وحاجات، انما بصي بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، حاجه هتاخدي قيمه غذائيه وحاجه هتلاقي تمنها فيها زي ما بيقولوا. هنسلق بقى صدور الفراخ مع بعضنا وهنرجع لكم تاني ان شاء الله. كده انا بعلم البنات الحلوه الامامير اللي لسه هيخشوا المطبخ، لكن ستات البيوت بسم الله ما شاء الله طبعا هم عارفين بيقطعوا البطاطس ازاي. احنا معانا البطاطس اهيت، هنعمل صينيه بطاطس هنقطعها كده كده. انا بعلم البنات الامامير الحلوين اللي لسه بادئين في المطبخ، انما ستات البيوت بسم الله الله اكبر عليهم هم عارفين بيقطعوا البطاطس ازاي. اللهم بارك يا رب. هنقطعها كده، لا هي رفيعه قوي ولا تخينه قوي، بصوا وسط بس كده. انا بعرف البنات الحلوه الامامير اللي لسه يا دوب بادئين سنه اولى مطبخ. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طبعا البنات الحلوه اللي لسه بادئه سنه اولى مطبخ مع ام عمرو ان شاء الله باذن الله هتعلمكم كل حاجه بامر الله. بسم الله ما شاء الله. انما ستات البيوت اللهم بارك عليهم يا رب هم عارفين البطاطس بتتقطع ازاي. بصوا لا هي لا تخينه قوي ولا رفيعه قوي، يا دوبها وسط كده، عشان لما نعملها في البطاطس تبقى طالعه بالواحده بوحدتها ما تتهريش ولا تتكسر مننا.
هنخلص بقى كمية البطاطس وهنرجع لكم تاني ان شاء الله. كده يا بنات يا عسل، زي ما انا قلت لكم ان ده تعليم للبنات اللي لسه بادئه سنه اولى مطبخ. كده هنقطع البصلايه لصينيه البطاطس، هنقطعها بصوا جوانح صغيره كده اهو. اهي دي للبنات العسل اللي لسه بادئين سنه اولى مطبخ. وخلي بالكم يا بنات يا عسل من السكينه عشان ما تعوركمش. بصوا بصوا كده هتبقى هي كده اهي. هنكمل بقى البصلايه وهنوريكم بعد كده ان شاء الله هنعمل ايه تاني. كده يا بنات يا عسل انا برضو هقطع الفلفل اهو معاكم. ما عندناش بلانشه، هنقطعها اهوت على ايدينا كده بالراحه خالص عشان السكينه ما تعورناش. الكلام ده للبنات العسل الامامير اللي لسه بادئين سنه اولى مطبخ. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. البذره ديت ما نحطهاش. الكلام ده للبنات العسل اللي لسه بادئين سنه اولى مطبخ واللي لسه مبتدئين في الجواز جديد، وطبعا ملخومين مش عارفين يعملوا اكل ايه. ان شاء الله باذن الله مع ام عمرو ان شاء الله هتتجرأوا على المطبخ وهتاخدوا عليه وهتحبوه باسهل وابسط الطرق. بسم الله ما شاء الله. بصوا انا بحاول ابعد ايدي عن السكينه شويه اهو. الكلام ده للبنات العسل اللي لسه بادئين سنه اولى مطبخ. هنكمل بقى الفلفل يا بنات ونرجع لكم تاني. كده رجعنا تاني يا بنات، حطينا معلقه سمنه في الصينيه اهيت. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هناخد الاول البصله هنشوحها الاول مع بعض. بسم الله. البصله اهي اللي احنا قطعناها. هنقوم نازلين عليها بالفلفل. هنشوحها كده. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هننزل عليها شوية صدمة فلفل أسمر، بابريكا. هنشوح الكلام الجميل العسل ده مع بعض. الله أكبر على الريحة، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الريحة اللهم بارك اللهم بارك ما شاء الله. كده البنات العسل اللي لسه بادئين جديد يخش المطبخ ما تخافوش من المطبخ. المطبخ جميل بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. المطبخ زي العسل والله. وطول ما انتوا بتحبوا المطبخ المطبخ هيحبكم وهتطلعوا منه احلى اكلات واحلى ان شاء الله باذن الله. اكل جميل هيطلع من ايديكم ان شاء الله. لا تخافوا من عزومه حماتي جايه ولا تخافوا من عزومه حد جاي لنا، عشان خاطر احنا متجرئين على المطبخ والمطبخ اتجرأ علينا. بعد طبعا ما غسلناها غسله حلوه ونزلنا النشا منها كده هنشوحها كده مع بعض. هنشوحها التشويحه العسل التمام وهنرجع لكم تاني يا بنات يا حلوين. كده يا بنات يا عسل بص ما شاء الله اللهم بارك. البطاطس بقت الله اكبر عليها بسم الله ما شاء الله. هنحط بقى عليها ايه؟ رشه جوز الطيب وسنه من الملح عشان هنزود شوربه. خلي بالكم يا بنات يا حلوين يا عسل من الكلام دوت، ما نكترش الملح عشان هنزود شوربه لان الشوربه فيها ملح. بسم الله ما شاء الله. مش بقول لكم يا بنات ما تخافوش من المطبخ، عشان المطبخ ان شاء الله كل ما هتحبوا المطبخ كل ما هيحبكم اكتر ان شاء الله وهتطلعوا منه احلى اكلات. ما تنسوش بقى الاشتراك الحلو بتاعكم الجميل لام عمرو عشان ان شاء الله باذن الله تعمل لكم احلى واحلى وصفات ان شاء الله اقتصاديه.
كده بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. شوحنا كل الكلام ده كله مع بعض، العسل الجميل ده هننزل عليه بقى بالطماطم الحلوه. العسل الطماطم ده انا عملت فيها ايه؟ حطيته في صوص توم. بسم الله ما شاء الله. انا ما بحطش التوم واشوحه مع البطاطس عشان ما يبقاش ليه ريحه كده، بتبقى ايه ريحه نفاذه شويه. ما شاء الله لما بتحطيه مع القوطه وتعصريه معاها بسم الله ما شاء الله بيخلي ريحتها عسل. تنسوش بقى اللايك الحلو الجميل بتاعكم ده، عشان ان شاء الله باذن الله اعمل لكم اكلات اقتصاديه ومفيده ان شاء الله باذن الله. هنكمل بقى الكميه دي ان شاء الله وهنرجع مع بعض. حبايب قلبي بسم الله ما شاء الله استوت اهي، ما خدتش معانا وقت خالص، هي 10 دقايق بس. عرفتوا بقى بسم الله ما شاء الله اهي، لا عظم ولا جلد ولا ريش ولا رجول ولا روس ولا اي حاجه، حته بسم الله ما شاء الله تستفادوا بيها. لكن اللهم بارك يا رب لو هنجيبها مره واحده في الاسبوع بس ان شاء الله باذن الله القيمه الغذائيه بتاعتها عاليه، وكمان هتوفر معانا. وان شاء الله باذن الله مع ام عمرو بامر الله هجيب لكم الاكلات ان شاء الله اللي توفر معانا وتبقى ليها القيمه ان شاء الله باذن الله الغذائيه. ما تنسوش بقى الاشتراك الحلو الجميل بتاعكم واللايك الحلو الجميل عشان ان شاء الله باذن الله القناه تكبر بيكم ومعاكم. هنكمل بقى ان شاء الله باذن الله ونرجع لكم تاني. هنعمل اهو شويه عصفور يا بنات يا عسل. اهم شيء يا بنات يا عسل يا امامير الشوربه على الفطار، اهم شيء الشوربه على الفطار. عاينين شوربه على جنب يعني منها شويه لسان عصفور شويه مكرونه. هنكمل البيت العصفور دوت ونرجع مع بعض. كده يا بنات يا عسل العصفور اهو اتحمر معانا، اخد اللون البني معانا. هننزل عليه بقى بشويه شوربه صغيرين خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. ونوطي النار عليه عشان يستوي معانا ويشرب شويه الشوربه دول، عشان ان شاء الله باذن الله اما نيجي نحطه على الاكل ما يبقاش شارب مننا شوربه كده. هيستوي بشويه الشوربه اللي انا حطيتهم دول. بعد كده اما نبتدي بقى اللي هو شرب الشوربه واستوى هنقوم مزودينه شوربه عشان يفضل يحافظ على الشوربه بتاعته. كده يا بنات يا عسل انا حطيت معلقتين سمنه على معلقتين زيت. هننزل عليهم بقى بالشعريه. بسم الله ما شاء الله. هنحمر بقى الشعريه ان شاء الله ونرجع لكم تاني يا حبايب قلبي. كده يا حبايب قلبي اهوت طلعنا الصدور وصفيناها من الشوربه وحطينا هنا معلقتين صلصه على معلقه زيت، وهندهن الكلام الحلو الجميل دوت. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنقعدها يا دوب 10 دقايق تحت الشوايه ونخلي بالنا منها يا جماعه لا تتحرق. تحت الشوايه كده تاخد لون. اللهم بارك يا رب لا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يا حبايب قلبي كده هنحطها تحت الشوايه وهنوريها لكم ان شاء الله بعد ما تطلع. كده يا حبايب قلبي حمرنا الشعريه هننزل عليها بالرز. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على شفيعنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك يا رب. كده هنشوح الرز كده مع بعض، لازم ياخد تشويحه حلوه. ما تنسوش بقى الاشتراك واللايك بتاعكم الجميل الحلو عشان ان شاء الله باذن الله القناه تكبر بيكم ومعاكم. وانا ان شاء الله باذن الله اللي انتوا عايزينه كله انا هعمله لكم ان شاء الله. واحده من الاخوات الاحباء بتوعي ان شاء الله باذن الله طلبت مني طريقه عمل البيتزا، والله ما خليتها عنها وقمت على طول عملتها لها. وانا تحت امركم في اي اكله تطلبوها اقتصاديه اكتبوا لي في الكومنتات تحت وانا ان شاء الله باذن الله هعملها لكم على طول. كده ما شاء الله هنشوح الرز، لازم يتشوح كده تشويحه حلوه كده لحد ما يشرب كله من السمنه والزيت اللي احنا حطيناه، ونرجع لكم تاني واحنا بنسقيه ان شاء الله باذن الله.
كده يا حبايب قلبي الرز بسم الله ما شاء الله اتشوح تشويحه عسل جميله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وادينا له حبه شوربه. ايه هنبخل عليه هو كمان بحبه شوربه؟ لا، ادينا له بحبه شوربه جميله. هننزل عليه بحبه شوربه كمان حلوين. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ميه ميه، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لازم نظبط الميه للشوربه. احنا حطينا طبعا طبقين شوربه نزلنا عليهم اهوت بحبه ميه لحد الرز بس ما يتظبط ميته. بصوا اهو كده، بصوا الميه اهي يا دوبه مغطيه الرز ما يعجنش مننا. البنات العسل لسنه اولى مطبخ، انا بقول دوت للبنات العسل لسنه اولى مطبخ. تعالوا بقى ان شاء الله باذن الله نشوف الشكل النهائي للاكله الحلوه الجميله ديت. ده يا حبايب قلبي الشكل النهائي لصينيه البطاطس الجميله التحفه اللي طعمها وريحتها حكايه والله. جربوها وان شاء الله باذن الله هتعجبكم. ما تنسوش بقى اللايك الجميل بتاعكم عشان ان شاء الله باذن الله اتشجع معاكم ان شاء الله، واعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه واللي انتوا كله بتحبوه. وان شاء الله باذن الله اشوف تعليقاتكم الحلوه الجميله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.